اللي شفناه في الأول دي تقريبا حياتنا كلنا. بنصحى كل يوم بنعيد نفس اليوم اللي قبله كوبي بيست كأننا محبوسين جوه فيلم ألف مبروك. الفيديو ده يمكن يكون سوداوي شوية، بس اعتبره إني بواجهك وبواجه نفسي بالواقع. أنا فضلت في الدوامة دي كتير، بصحى بكرر نفس اليوم اللي قبله بنفس تفاصيله لحد ما حسيت إن أنا فقدت الشغف في كل حاجة. مليت، الحياة بقت مملة، كل يوم بعمل نفس الحاجة، حتى الحاجات اللي أنا كنت بحبها مبقتش أعملها. وأعتقد كلنا مرينا بنفس الفترة دي قبل كده، وللأسف هتفضل في نفس الدوامة دي لحد ما يجيلك لحظة وتسأل نفسك طب وإيه المشكلة؟ فين المشكلة؟ زي ما سمعت، فين المشكلة؟ المشكلة اللي احنا متوقعين من الحياة إنها تكون حاجة غير إنها تكون حياة. تفضل تصحى تكرر نفس اليوم اللي قبله بروتين ممل، حتى لو وصلت الكلية انت كنت بتحبها أو شغل كان نفسك تقدم فيه أو نقطة حياة معينة انت كان نفسك توصل لها. مش هترتاح إلا لما تبدأ تبطل تقاوم. مش قصدي إنك ما تسعاش لهدف أو تبطل تحلم، بس إنك تبطل تحارب في المكان الغلط. كلمة روتين نفسها لما بتيجي في دماغك بتحس بملل، بتحس إنك زهقان، بيجي في دماغك مكتب مطرب، أوراق عايز تخلصها، طابور طويل. بس على الجانب التاني لو لقيت حد ناجح هتقف وتسأله أنت كنت بتعمل إيه في يومك عشان توصل للنجاح ده. مفيش حاجة من غير ضريبة. لو عايز تحافظ على صحتك ضريبة ده إنك هتنزل الجيم كل يوم وهتاخد من طاقتك ووقتك وهتحافظ على أكلك ونومك. لو عايز تبقى مميز في شغلك أو في كليتك ده ضريبته إنك برضه هتاخد جهد ومجهود وسعي أضعاف عن زمايلك، أضعاف عن الناس اللي معاك في نفس المجال. وبرضه إنك تقعد ما تعملش أي حاجة ده ضريبته إنك بعد سنين هتلاقي نفسك في مكانك، كل أصحابك وزمايلك والناس اللي حواليك اتقدموا وأنت لسه، وهتجيلك اكتئاب وهتخش في حالة نفسية مش كويسة. وده الطبيعي وده اللي بيحصل. مفيش حاجة من غير ضريبة. الهدف من كل ده إننا ما نحاربش في المكان الغلط. تأقلم إن الحياة كده كده هتفضل روتين. المهم إن الروتين ده يكون بيفيدك أكتر ما بيوقعك. أشوفكم في لحظة إدراك جديدة. متنسوش تصلوا على النبي. سلام.